السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي متابعين قناة مطبخ العيلة وعم فرح؟ يا رب تكون اوقات كلها بركة وراحة بال وحسن الاحوال. زي ما احنا عارفين خلاص البطاطا اليومين دول موجودة وبصراحة ماشية يعني، بس انا قلت لازم اعمل منها اختراع. هنعمل مشمش، بس مش مشمش بس بايه؟ بالبطاطا والجزر، واحنا عارفين ان البطاطا والجزر بيقووا النظر مع الالياف الموجوده كمان في البطاطا. هتبقى فايده كبيره جدا وهتفيد اولادنا كمان، وحاجه حلوه هتعجبهم جدا جدا جدا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا ما جبتش غير بطاطايه وجزرتين، وهنعمل منهم احلى كميه واحلى حلا هتاكلوه في حياتكم بجد. طعمه حلو جدا ومغذي جدا، وهنضيف له اضافات هتخليه في حتة تانية. هنشوف مع بعض هنعمله ازاي، وهنوفر زيت كمان، وهنوفر كل اكلة اقتصادية بمعنى الكلمة، وهنفرح ولادنا ان احنا عملنا لهم حاجة حلوة. يلا بينا نشوف مع بعض هنعمل ايه. اول حاجة هقشر الجزر والبطاطا بتاعتنا ديت، ونرجع اوريكم هنعمل ايه. انا قشرت البطاطا بتاعتي اهيت وغسلتها وقطعتها تقطيع عشوائي، لان احنا هنولع عليها تتسلق. هنزل برضو عليها بالجزر كده زي ما احنا شايفين كده مع بعض، وهنزل عليها بحوالي 3 معالق كده من السكر، على حسب البطاطا بتاعتك مسكرة ولا مش مسكرة يعني، وعلى حسب السكر حسب الرغبة يعني زي ما انت عايز. تمام. وهنزل عليهم بكده بكوباية من المية، ومش هكتر، وهي مش كوباية صغيرة، هي كوباية لل50 يعني نص كوباية من المية، وهنولع عليها وهنسيبها تتسلق، واوريها لكم بعد ما تتسلق هنعمل ايه، وايه هي الاضافات اللي احنا هنضيفها عليها عشان نعمل الاختراع بتاعنا. دي البطاطا هي يا جماعه والجزر بعد ما اتسلقوا يا دوب لسه طافي عليهم حالا، شايفين اصلا البخار. هنبدا نهرسهم كده بقى وهما سخنين. انا ممكن تضربيهم بالهاند بلندر ولا اي حاجه، بس انا مش عايزاهم. انتوا عارفين لما بنضرب الحاجات دي بالهاند بلندر كده زي البطاطس بتعمل ماده لزجه كده، وانا مش عايزه الكلام ده. لا، هي بتتهرس بكل سهوله اهوت. ريحتها تحفه يعني، احنا لسه ما حطيناش عليها اي حاجه، وريحتها في منتهى الروعه والجمال. هبدا بقى دلوقتي. معايا هنا حوالي كوبايه كده من النشا، معايا بيضه، معايا فانيليا، ومعايا روح الموز. هبدا ان انا انزل عليها دلوقتي بريح الموز، وبرده بالفانيليا. تمام. وهنزل ب3/4 كوبايه النشا، مش هنزل بالنشا كلها علشان مش هننزل بالبيض دلوقتي يا جماعه، عشان احنا عارفين لو نزلنا بالبيض دلوقتي مع البطاطا السخنه دول مش هنعمل حاجه حلوه، لا احنا هنعمل اومليت هبدا برضو اقلب الكلام ده كله. النشا علشان تبرد لي الجو، تهدي كده من السخونيه ديت. هنحط بقى نشا على حسب ما العجينه بتاعتنا هتمسك معاكي. تمام. لو مش عارفين نعمل بالسباتولا انا ممكن نقوم جايبين الهراسه بتاعه البطاطس ونهرس بيها عادي، بس هي بتتهرس معايا بكل سهوله اهيت، لان انا سبتها لحد ما اتسلقت خالص اهوت زي ما احنا شايفين كده مع بعض. خلاص يا جماعه هي يعتبر بردت خلاص، وضفت بقيه النشا. معايا بقى هنا بيضايه اهيت، هنحط النشا بقى والبيض اهو. تمام. وهنديلها بقى عجنه محترمه كده، نحط شعره فانيليا كمان علشان زفرت البيض. تمام. هنديها بقى عجنه. قلبت فيها البيضه اهيت اهو. ما تقلقوش، احنا لما نحطها اصلا في التلاجة هي حتى لو بتلزق هي هتبقى عجينه بتلزق كده. لما نحطها في التلاجة هتتمسك معانا، يعني احنا هنحطها في التلاجة شويه تتمسك، يعني النشا والبيض يخليها متماسكه شويه. هنضيف بقى بقيه ربع كوبايه النشا ديت ونقلبها واحطها في التلاجة، ونرجع نشوف هنعمل ايه.
العجينه اهي يا جماعه، خلاص انا يعتبر اهي شايفين ما بتلزقش في ايدينا اهيت. هنحطها بقى في التلاجة حوالي نص ساعه كده، وبعدين نرجع نشكلها مع بعض يا جمال. والريحه بقى مش قادره اوصف لكم. العجينه بتاعتي اهيت بعد ما سبتها ارتاحت في التلاجة حوالي ما كملتش ربع ساعه الصراحه، لان هما مستعجلين عايزين ياكلوا اي حاجه حلوه. هبدا بقى دلوقتي. عندك بقى اولادك ومتغاظه منهم وقاعدين يبهدلوك، هاتيهم جنبك بقى وخليهم يقعدوا يشكلوا الاشكال اللي هم عايزينها. انا دلوقتي خدت، شوفي شايفين العجينه يا جماعه جميله جدا اهوت. نجيب حته تانية كده معاكم، متماسكه وجميله جدا 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 يعني، وريحتها بقى في منتهى الروعه والجمال اهوت. اعملي بقى الشكل اللي انت حباه. انا عايزه اعمله الصراحه شكل المشمش كده. جبنا المشمش كده وهو لسه مش اوقاته اهوت. هنعمل دايره ونضغط بس فيها ضغطه كده زي ما احنا عاملين. التشكيله بقى اللي انت عايزاها، ومن البطاطايه والجزرتين هيفرطوا معاكي كميه كبيره جدا، وهنشوف دلوقتي مع بعض. فانا هكورها كده واجهزها واوريها لكم. بسم الله ما شاء الله، فرط معايا يعني من بطاطايه واحده ومن جزرتين فرط معايا كميه حلوه جدا يعني. بسم الله ما شاء الله، شايفين الكميه معايا قد ايه. انا كورته بقى زي ما احنا شايفين كده، وعملت فيه شبه المشمشايه كده. دلوقتي احنا البيضه معانا عايزه تستوى، ومعانا النشا عايزين نخرج الرطوبه اللي فيها. ليه كذا طريقه ان احنا نسوي. ممكن بالطريقه اللي انا هعملها ديت نوفر زيت ونوفر، احنا عارفين ان الزيت اليومين دول غالي وفي نفس الوقت ما بيكفيش. فاحنا هنعمل ايه هتشوفوا مع بعض. في طريقه تانية بقى انا معايا اهيت، دي الطريقه اللي انا هعمل بيها. معايا ميه بتغلي على النار اهيت، في طاسه في حله في اللي انت عايزه تحط فيه. هحط عليها كده معلقتين بالظبط من الزيت مش اكتر، وبس كده وبتغلي. وعشان نجرب الكمية بتاعتنا هنجرب بس واحدة كده اهو زي ما احنا شايفين. هنسقطها كده وهنسيبها حوالي دقيقتين في قلب المية، هنشوفها هتفك مننا ولا مش هتفك ولا ايه بالظبط. ده بس عشان نسوي البيضة بتاعتنا ونخرج الرطوبة اللي في النشا. ممكن عندك طريقة تانية بقى، ان انت لو عندك فيجيتار او كورن فليكس براحتك بتقومي حاطاه فيه وتحمريه في الزيت. بس احنا عملنا الطريقه ديت عشان نوفر، وهننزل بيها بقى في سيرب. ممكن بقى لو مش عايزه تحطيه في سيرب تحطيه بعد ما تستوى تنزلي عليها بكريم كراميل، قصدي بكراميل. ممكن بشويه جوز الهند زي ما انت حابه. طريقه التقديم براحتك يعني، ديت ترجع لك انت بقى في الاخر. بس تجربوا الطريقه بتاعتي ديت هتعجبكم جدا جدا جدا. يا جماعه ده بعد ما عدى عليها الدقيقتين، انا قلنا نجرب واحده زي ما احنا شايفين. بسم الله ما شاء الله، ولا اتفتحت ولا كشت ولا نفشت ولا اي حاجه فيها. دلوقتي بقى بعد ما عملنا يعني جربنا الخطوه ديت، هنبدا بقى ننزل ببقيه الكميه. هتاخد معاكي حوالي يعني 3 دقايق كده على النار مش اكتر، وتبقى عملتي لاولادك حاجه حلوه في ثانيه وفي ثواني يعني، ما خدش مننا اي وقت، وفي نفس الوقت موفره واقتصاديه وفي نفس الوقت مفيده. خلاص يا جماعه شايفين بسم الله ما شاء الله، ولا جرالها اي شيء. دلوقتي خلاص هنطلعها كده. ده اول دور كده معايا استوى، بتقعد حوالي 3-4 دقايق كده على النار مش اكتر اهوت. طلعها على حاجه عشان لسه هنعمل لها السيرب بتاعها اللي انا هنزله فيها. مش عايزه تحطيها في سيرب، اي كراميل عندك، اي صوص شوكولاته، صوص فراوله اسفه، اللي انت حابه يعني تنهي بيه الفيديو بتاعك او تنهي بيه الاكله بتاعتك انهيه. تمام. انا عن نفسي هنعمل لها دلوقتي مع بعض سيرب حلو جدا جدا جدا. هنزل ببقيه الكميه برضو. شايفين يا جماعه ده الدور اللي هو استوى، وده الدور اللي لسه بيستوي. هنعمل له سيرب حلو قوي جدا جدا جدا، هيعجبكم دلوقتي. لو جربتوه اصلا هتعتمدوه في كل حاجه. خلصت معايا الكميه كلها زي ما احنا شايفين اهوت. فضيت بقى الطاسه بتاعتي وحطيت فيها عشان بس ننزل فيها ما نوسخش مواعين اكتر.
حطيت فيها سيرب من بتاع البسبوسه عادي او بتاع، بس هو يكون اخف من بتاع الكنافه شويه وزي بتاع البسبوسه يعني، ولا خفيف ولا تقيل. تمام. ايه الاضافه بقى اللي انا هحطها معايا بقى؟ نص كوبايه برتقان كده، عصير برتقان زي ما احنا شايفين مع بعض كده الجمال والحلاوه. هقلب بقى السيرب بتاعي ده وانزل، بس يكون السيرب يا جماعه ساقع اهوت. ننزل بالاختراع بتاعنا ده. لو مش عايزه تعملي الخطوه ديت وتزيني بكراميل زي ما قلنا او باي حاجه تانية انت حباها، وتستكفي بخطوه اللي هو السليق بتاعتها بس، تمام مفيش اي مشكله. بس احنا قلنا نخليها لهم بقى حاجه مسكره كده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، جميل جميل جميل. عملنا مشمش والمشمش لسه ما جاش. بذمتكم مش مشمش وحلاوته، شايفين اصلا لونه عامل ازاي؟ خلاص هنزل بقى بيه من السيرم كده اهو. معانا بقى الطبق اللي هنقدم فيه كده. هشيل من السيرم وانزل بيه في الطبق بتاعي. بنفس الشكل كده. هخلص الكميه واوريها لكم. هتيجوا كده نشوفوا عملنا المشمش الجميل الروعه ده من حاجه ما تتخيلوهاش الصراحه يعني، ومش هتتوقعوها، وفي نفس الوقت مغذي جدا لاولادنا وبطريقه سهله وبسيطه، وما تكلفتش معانا الحاجه الحلوه دي كلها. بسم الله ما شاء الله الكميه دي كلها ما تكلفتش 5 جنيه. تمام. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي كده، والحلاوه والجمال. شايفين اصلا؟ شايفين تحفه جميله جدا. شايفين من جوه مش ولا مش. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. ابقى انا خلصت الكميه بتاعتي كلها. هنبدا بقى نزينهم كده بجوز الهند. الخطوه دي برضو اختياري. اختراع يا كوتش، حاجه كده في منتهى الجمال. لازم بجد بجد تجربوها لاولادكم، وفي نفس الوقت مغذيه جدا. وبس كده. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد بنعمله. يا اجمل واحلى اخوات في الدنيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.